السلام عليكم. اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن اشتقاق اسم الفاعل. اشتقاق اسم الفاعل كان معتمد اعتماد كلي على ان حضرتك لازم تبقى عارف كطالب دارس في اولى اعدادي انواع الفعل الصحيح وانواع الفعل المعتل. النهارده هنراجع مع بعض ايه هو فعل صحيح، ازاي اعرف ان ده فعل صحيح، وازاي اعرف ان ده فعل معتل، وانواع الفعل الصحيح. تعال بص معايا. يعني ايه فعل صحيح؟ امتى لما ابص على الفعل اقول ده فعل صحيح؟ عشان تقول ده فعل صحيح القاعدة الأساسية بتاعته لازم يبقى خالي من حروف الألف والواو والياء. يعني فعل ما فيهوش لا ألف ولا واو ولا ياء. أي فعل ماضي ثلاثي أو رباعي خلى من الواو والألف والياء اسمه ده فعل صحيح. إيه أنواع الفعل الصحيح؟ بس لما نعرف شكل الفعل الصحيح الأول إيه، يبقى خليك فاكر أول كلمتين عايزين نفهمهم. إيه شكل الفعل الصحيح؟ شكل الفعل الصحيح هو الذي خلى من الألف والواو والياء. أي فعل يبقى ما فيهوش لا ألف ولا واو ولا ياء اسمه فعل صحيح. طب هما إيه الألف والواو والياء أصلا؟ الألف والواو والياء دي اسمها حروف علة. يعني إيه مس حروف علة؟ حروف علة سميت حروف علة عشان هي ضعيفة. يعني إيه ضعيفة؟ أول ما تدخل عليها أدوات جزم تمشيها، ترميها، تحذفها. مين اللي بيتهز ودايما يمشي ويترمي كده بالسهل؟ الحاجة الضعيفة. عشان كده سميناها حروف علة. حروف علة يعني حروف ضعيفة ما ينفعش ما بتقعدش في مكانها لو دخلت عليها أدوات جزم. يبقى الفعل الصحيح ما فيهوش لا واو ولا ألف ولا ياء. طب إيه هي الواو والألف والياء؟ هي حروف علة. طب ليه سميتيها حروف علة؟ علشان ضعيفة. طب ليه هي ضعيفة؟ عشان لما تدخل عليها أدوات جزم بتتشال وتتحذف من مكانها. زي المثال تسعى مصر لتحقيق السلام. لو أنا دخلت على الفعل تسعى دخلت عليه أدوات جزم هتبقى إيه؟ لم تسعى، وحذفت حرف العلة. ليه حذفتيه؟ ما أنا جايله لك إن حروف العلة دي حروف ضعيفة، فلما بتدخل عليها أدوات الجزم بتمشي. يبقى الفعل الصحيح لازم ما يكونش فيه لا واو ولا ألف ولا ياء، لأن الواو والألف والياء دول خصائص الفعل المعتل. الفعل المعتل هو اللي فيه ألف واو وياء، لكن الفعل الصحيح ما فيهوش لا واو ولا ألف ولا ياء. حروف العلة ليه سميت حروف علة؟ عشان ضعيفة. يعني ايه ضعيفة؟ يعني تدخل عليها أدوات جزم سهل أي أداة جزم تشيلها من مكانها وتلغيها خالص من الفعل. طيب تعالوا نعرف ايه الفعل الصحيح والفعل المعتل. الفعل المعتل هو ما خلت حروفه الأصلية زي ما قلت لك من حروف العلة، يعني ما فيهوش لا واو ولا ألف ولا ياء. الفعل كتب وسأل وظل. كتب ركز معايا في حروفه ما فيش لا واو ولا ألف ولا ياء. سأل يجي واحد يقول اهي اهي، اقول لك دي سأل همزة، دي همزة. ما فيش اللي انت بتقوله، دي همزة مش ألف. احنا جايلين واو ألف ياء ألف مش همزة. فرق ما بين الألف والهمزة. الهمزة اللي عليها همزة من فوق اسمها همزة، والألف اللي هي زي الواحد واقفة بس ما عليهاش همزة. فلما أقول سألة وتيجي تقول لي سألة دي يا مس ما فيها ايه الألف، أقول لك لا حبيبي ده اسمها همزة. حروف العلة واو ألف ياء ألف مش همزة، فده ما اسمهوش معتل لأن دي مش ألف دي همزة. وظل هل في ألف واو ياء؟ هتقولي لا الثلاثة فلة لا واو ولا ألف ولا ياء، يبقى ده فعل صحيح. والهمزة ليست من حروف العلة، اللي من حروف العلة الألف وليست الهمزة. الفعل المعتل. الفعل المعتل هو ما كانت حروفه الأصلية في واو أو ألف أو ياء. زي وعد. بص في الفعل وعد الحرف الواو موجود وأول حرف ده معتل مثال. صام حرف العلة موجود في النص معتل أجوف فاضي في النص. رمى حرف العلة موجود في الآخر معتل ناقص ناقصه حتة. طيب ازاي احدد الفعل الصحيح من الفعل المعتل؟ هيجيب لك في الامتحان افعال كتير خالص ويقول لك قول لي ده فعل صحيح ولا فعل معتل. ايه الخطوات اللي انا همشي عليها؟ ركز معايا. اول حاجه هتجيب الفعل في صوره الماضي، لازم تجيبه لصوره الماضي. اول خطوه لازم ترد الفعل للماضي. يعني يكتب ده مضارع خليه لي ماضي، فهتقول لي كتب، فهتبص كده هل في واو والف ولا ياء؟ ما فيهوش، يبقى ده فعل صحيح. طيب وضع الفعل الامر ضاع، ده امر الماضي منه ايه؟ وضع. طب وضع ركز في الثلاث حروف فيهم واو والف وياء، او تقول لي اهو اول واحد اول حرف، يبقى ده معتل. يبقى الفعل الصحيح لما ابص لحروفه مش هلاقي لا واو ولا الف ولا ياء، بس لازم الخطوه الاولى الاساسيه ترده للماضي.
رده للماضي علشان اعرف احدد اذا كان صحيح ولا معتل. تاني خطوه، احذف لي تاء التانيث والضمائر واحرف الزياده اللي تتصل بالفعل. ايه الكلام الكتير ده يا عم؟ انا هجيب لك فعل كبير خالص زي يستخرجون. شايف كلمه يستخرجون؟ فعل ضخم، فتقول لي اعمل ايه في الفعل ده؟ اعمل ايه؟ اشوفه لك ازاي صحيح ولا معتل؟ ده كبير خالص. هقول لك اول حاجه رده للماضي. هتقول لي يستخرجون الماضي منه استخرج. هقول لك عملت ايه عشان توصل استخرج؟ شلت حروف المضارعه، شلت تاء التانيث، شلت الضمائر، شلت علامات الرفع. اذا كان مرفوع بثبوت النون، فعل المضارع مرفوع بثبوت النون، هتشيل علامات الاعراب، علامات الاعراب كلها تشيلها لي، وبعد كده تنظفه، تجرده. والكلام ده قلت انا في فيديو قبل كده ازاي بوصل لصوره الفعل الماضي المجرد. زي لما تبقى لعبه ملبسها ملابس، فبتشيل قطعه قطعه لحد ما تجردها وتوصل للشكل الصحيح المجرد من الملابس للعبه. هو كذلك ازاي بطلع الفعل الصحيح والمعتل؟ لازم اجرد الفعل، اخليه مكون من اذا كان ماضي ثلاثي او ماضي رباعي. لازم اوصله لصوره الماضي المجرد، لازم اخليه ماضي مجرد ما فيهوش اي حاجه. طب ايه الحاجات اللي ممكن استغنى فيها عن في الفعل؟ ايه الحاجات الموجوده في الفعل فاشيلها علشان اوصل بيه لصوره المجرد؟ اول ما تلاقي حروف المضارعه اللي هي الهمزه والنون والياء والتاء الموجوده في بدايه الفعل شيلها. ادي الياء المضارعه شيلها. لقيت ضمير شيله. علامات اعراب شيلها. تاء تانيث شيلها. حروف الزياده بتاعت سالتمونيها شيلها. حفظينا تاني، تهت منك. حروف مضارعه تتشال، تاء التانيث تتشال، ضمائر تتشال، علامات اعراب تتشال. تاني، حروف مضارعه تتشال، تاء تانيث تتشال، ضمائر تتشال، علامات اعراب تتشال، حروف الزياده بتاعت سالتمونيها تتشال. حروف الزياده اللي موجوده في كلمه سالتمونيها تتشال. طب انت عايزه ايه في الاخر؟ عايزه طلب منك بسيط تخليهولي مجرد، سواء مجرد ثلاثي او مجرد رباعي، المهم تجرده زي اللعبه اللي جردناها من ملابسها. عايزاك تخلي الفعل مجرد كده فاضي ما فيهوش ولا حاجه. اي حاجه موجوده في الفعل شيلها عشان توصل للصحيح والمعتل. طب اجرده من ايه؟ اول ما تلاقي حروف مضارعه شيلها، تاء تانيث شيلها، ضمائر شيلها، علامات اعراب شيلها. طيب حروف سالتمونيها شيلها. حفظت كده معايا؟ هنشيل كله ده. طيب تحذف تاء التانيث، الضمائر، احرف الزياده، علامات الاعراب، حروف المضارعه. قالت فيها تاء تانيث، يلا شيلها كده. هيبقى الفعل قال، رجعناه للماضي ثلاثي مجرد. بص على الحروف الثلاثه، فيهم واو او الف وياء، هيقول هي في النص، يبقى ده معتل اجوف. يمدون، يلا الفعل ده ضخم شويه، هنعمل ايه؟ شفنا حرف المضارع اهو الياء شلناه. ببص لقيت الواو الجماعه ضمير شلناها. ببص لقيت النون اللي هي علامه اعرابه لانه فعل مضارع مرفوع علامه رفع ثبوت النون، لقيت علامه اعراب شلناها. ما لقيتش غير دول من الحاجات الخمسه، ما لقيتش غير دول. لسه في الاخر الفعل ماده. طب ماده ده فيه واو او الف او ياء؟ هتقول لي لا. هقول لك الفعل ده صحيح. يستسلم، تقول الفعل ده كبير شويه خالص يمس عليا. ايه ده؟ هعمل لك ايه فيه ده عشان اخليهولك مجرد؟ ما احنا جايين متفقين. يلا نشيل حرف المضارعه، يلا نشيل حروف الزياده. لو لقينا تاء تانيث نشيلها، لقينا ضمائر نشيلها، لقينا علامات اعراب نشيلها. تعالوا نبص. يستسلم ده مضارع، هات الماضي منه. استسلم المفروض ان اخليه مجرد ثلاثي مجرد رباعي. طب شيل الالف والسين والتاء، بيجي الفعل ايه؟ سلم. طب ما ده لسه في زياده التضعيف. طب شيل التضعيف، هتبقى ايه؟ سلمه. يبقى ده مجرد ثلاثي. هل في واو او الف او ياء؟ تقول لي لا ما فيهوش لا واو ولا الف ياء، يبقى ده فعل صحيح. طيب ضع خط تحت الفعل ثم اذكر نوع من حيث الصحه والاعتلال. الاول نقرا جمله ونشوف فين الفعل اصلا. تزداد مهارات الطالب بالقراءه. اين الفعل في الجمله؟ طبعا الفعل تزداد. طيب تزداد مهارات الطالب بالقراءه. الفعل تزداد، انا عايزه اشوفه صحيح ولا معتل. تقول لي مش عارف. اقول لك لا حاول. بص معايا، في تاء مضارعه، هتقول لي هقول لك شيلها. طيب بعد كده تزداد الماضي بتاعه ايه؟ خلاص شلنا تاء المضارعه،
يلا ردوا للماضي. هتقول لي الماضي بتاعه زاد، زاي ألف دال 3 أهو. هل في واو أو ألف أو ياء؟ تقول لي في ألف. هقول لك يبقى ده فعل معتل. طيب يضع ده مضارع، هنعمل ايه؟ لقينا حرف من حروف المضارع هنشيلها، وبعد كده ارده للماضي هيبقى وضع. الماضي من يضع وضع، واو ضاد عين. هل في واو الف او ياء؟ هتقول لي هقول لك ده معتل. يعلو مضارع، لو سمحت شيل حرف المضارع. الماضي منه، يلا بسرعه هات لي الماضي. الماضي منه على، على عين لام الف. في حرف من حروف العله؟ تقول لي الالف في الاخر اهي، ده معتل ناقص، يبقى ده معتل. لا تضيع الوقت بل اغتنم كل دقيقة. الماضي تضيع هنشيل تاء المضارعة. يلا هات الماضي. الماضي منه ضيع. طيب ضيع في واو ألف أو ياء؟ هتقول لي في ياء. هقول لك يبقى ده معتل، وبما إني في النص حرف العلة يبقى معتل أجوف. تزداد معتل، يضع معتل، يسعون لأن ماضيها سعى معتل. الفعل يسعون في الجملة كان يسعون. يسعون هنشيل حرف المضارعة هنا، ونشيل الضمير، ونشيل علامة الرفع، ونجيب الماضي، يبقى الماضي سعى، يبقى ده معتل. يعلو معتل، يخطط وينفذ صحيح. ادي الفعل يخطط وادي الفعل ينفذ. شيل حرف المضارعة وشيل حرف المضارعة، هيبقى الماضي منه خطط والماضي منه نفذ. هل خطط ونفذ فيهم حرف من حروف العلة؟ هتقول لا مفيش، يبقى ده صحيح. اغتنم، اغتنم حروفها كتيرة. اغتنم هتقولي ده ماضي، هقول لك شيل حروف الزيادة. فين حروف الزيادة؟ الألف والتاء، يبقى ماضيها غنمة، يبقى ده فعل صحيح لأن ما فيهوش لا واو ولا ألف ولا ياء. أنواع الفعل الصحيح بقى، نيجي لأنواع الفعل الصحيح. الفعل الصحيح إما صحيح سالم، يا إما صحيح مهموز، يا إما صحيح مضاعف. الصحيح المهموز هو ما كانت أحد حروف الأصلية همزة، يعني ما فيهوش لا واو ولا ألف ولا ياء، بس لازم في حرف من حروفه ال3 الأصليين همزة، زي أكل، سأل، بدأ. طيب وزي ما قلت لك في الأول الهمزة ليست من حروف العلة، حروف العلة الألف، يبقى الفعل الصحيح هو لما ما فيهوش لا واو ولا ألف ولا ياء. طب لو لقيت همزة يبقى ده صحيح لأن ما فيهوش لا ألف ولا واو ولا ياء، بس صحيح إيه؟ مهموز عشان فيه همزة. يبقى هو ليه اسمه صحيح؟ عشان ما فيهوش لا واو ولا ألف ولا ياء. طب ليه سميتيه صحيح مهموز؟ علشان فيه همزة فبيجي صحيح مهموز. يبقى تاني هو اسمه ايه؟ صحيح مهموز. يعني ايه صحيح؟ يعني ما فيهوش لا واو ولا ألف ولا ياء. يعني ايه مهموز؟ يعني ما فيهوش لا واو ولا ألف ولا ياء بس فيه همزة. طيب المضاعف هو ما كان أحد حروف الأصلية مضاعف، يعني مضاعف عليه شدة. والمضاعف نوعين، مضاعف ثلاثي ومضاعف رباعي. مش فاهمك. شايف الفعل شدة ومد ورد؟ الفعل شدة الشين حرف الدال ده عليه شدة، فلما اجي افك الشدة هلاقي الدال بقت 2، فالحرف الثاني والثالث من جنس واحد. لما يبقى الفعل مكون من حرفين والثاني عليه شدة، فيجي افك التضعيف، افك التضعيف، فهيبقى الحرف ده حرفين، فيبقى الحرف ده حرفين، الحرف ده وده من جنس واحد، يبقى ده اسمه مضاعف ثلاثي. يبقى ايه هو المضاعف الثلاثي؟ عبارة عن فعل ماضي فيه حرفين، الحرف الثاني عليه تضعيف عليه شدة، فلما جيت فكيت الشدة لقيت الحرف الثاني والثالث من جنس واحد. ادام 3 حرفين والثاني عليه شدة، ولما فكيت الشدة لقيت الثاني والثالث من جنس واحد، اسمه مضاعف ثلاثي. المضاعف الرباعي هو ما كان الحرف الأول والثالث من جنس، والثاني الأول والثالث من جنس، والثاني والرابع من جنس. مش فاهمك. ادي ازاي؟ ده الحرف الأول، الثاني، الثالث والرابع. تعال مين اللي شبه بعض؟ الأولاني والثالث. ومين تاني شبه بعض؟ الثاني والرابع. يبقى الأول والثالث مع بعض والثاني والرابع مع بعض، فده اسمه مجرد رباعي. وأنهي نوع من أنواع المجرد الرباعي؟ المضاعف الرباعي، لأن كل حرفين شبه بعض. طيب يعني إيه صحيح سالم؟ الهمزة دي مش موجودة يا ولاد. صحيح سالم، صحيح سالم يعني ما فيهوش لا همزة ولا تضعيف ولا ألف ولا واو ولا ياء. ما هو صحيح عشان خلق من الألف والواو والياء.
طب وليه سالم؟ لان ما فيهوش لا همزه ولا تضعيف. يبقى تاني، يعني ايه صحيح سالم؟ صحيح متفقين من بدايه الفيديو، ما فيهوش لا واو ولا الف ولا ياء. طب وسالم؟ ما فيهوش لا همز ولا تضعيف. فالصحيح السالم صحيح ما فيهوش لا واو ولا الف ولا ياء، سالم يعني ما فيهوش لا همز ولا تضعيف. زي ذهب، فتح، شرب، هل فيهم همزه؟ هل فيهم تضعيف؟ هل فيهم واو ولا الف ولا ياء؟ لا، ما فيهمش ولا حاجه من كل ده، يبقى صحيح سالم. حدد نوع الافعال الصحيحه في الجمله الاتيه: المعلمون يبثون الامل في نفوس الاطفال الطلاب. الفعل في الجمله الفعل يبثون. طيب انا لو قلت لك شوف لي الفعل ده صحيح ولا معتل، ولو صحيح انهي نوع، هتقول الفعل ده كبير قدامي. اقول لك تعالى احنا قلنا حاجه 5 حاجات اللي نلقاهم من ال5 نشيلهم، اللي نلقاهم من ال5. طب انا حطيت ال5 على يدي، ايه اللي لقيناه من ال5؟ لقينا حرف المضارع الياء هشيله. لقيت ايه تاني؟ لقيت الضمير الواو هشيله. لقيت ايه تاني؟ لقيت النون اللي هي علامه الرفع، لان ده فعل من الافعال ال5 مرفوع بثبوت النون، هشيله. لقيت 3 حاجات من ال5، يلا شيلهم. يبقى الفعل رسي معايا على ايه بعد كده؟ الفعل معايا بث. بث، ركز معايا، دول حرفين والتاني مشدد. كان انهي نوع من انواع الصحيح لسه مخلصينه؟ صحيح مضاعف. طب ما صحيح مضاعف نوعين، ثلاثي ولا رباعي؟ لا، مضاعف ثلاثي. تلألأت الأنوار فرحا باسترداد أراضينا. تلألأ. طيب الفعل الماضي أصله تلألأ والتاء دي مزيدة، فالفعل الماضي لألأ. لألأ في كل حرفين شبه بعض، وده 4، يبقى ده صحيح مضاعف. ما تكمل صحيح مضاعف رباعي. ليه قلت صحيح مضاعف رباعي؟ لأن هو مكون من 4 حروف وكل حرفين فيه شبه بعض. تلألأ، كل حرفين فيه شبه بعض. طيب نتطلع إلى تحقيق العزة والمجد لمصرنا الحبيبة. نتطلع، هتقولي كبير خالص على إني أشوفه لك صحيح ولا معتل. تعال ندور إيه الموجود من ال5 ونشيله. نتطلع في موجود حرف المضارع شلناه. طيب تطلع مزيد بالتاء والتضعيف، فنشيل التاء ونشيل التضعيف فيبقى طلع، ماضي طلع، يبقى ده صحيح سالم. صحيح سالم. صحيح لان ما فيهوش لا واو ولا الف ولا ياء، وسالم لان ما فيهوش لا همز ولا تضعيف. بعد كده الاباء ياخذون بيد الابناء الى طريق الخير. ياخذون ده فعل من الافعال ال5 ومطلوب منك تشوف صحيح ولا معتل. تعال نشوف ايه من الحاجات ال5 اللي لازم نشيلوها من الفعل عشان نجردوه عشان اشوفه صحيح ولا معتل. بص كده معايا، ياخذون حرف المضارع الياء هتتشال، الواو الضمير تتشال، النون علامة الرفع تتشال، ريس الفعل في الآخر على أخذ بس. أخذ 3 حروف، في واحد منهم همزة، يبقى ده صحيح مهموز. يبتعد المجتهد عن أصحاب السوء. يبتعد ماضيها ابتعد، شلنا حرف المضارعة وجبنا الماضي فماضيها ابتعد. وبعد كده هنشيل حروف الزيادة. ايه هي حروف الزيادة؟ الألف والتاء. إن شاء الله بإذن الله في فيديو بإذن الله هشرح لكم فيه انواع. احنا شرحنا المجرد والمزيد في فيديو، بس باذن الله قلت مطلوب مننا نطبق تاني، فهعمل فيديو باذن الله في تطبيق على المجرد والمزيد باذن الله. فالفعل ابتعد. ابتعد ده 5 حروف، ما فيش فعل عندي 5 حروف في اللغه العربيه، انا عندي مجرد ثلاثي ومجرد رباعي. طيب ابتعد مزيد بايه؟ مزيد بالالف والتاء، واصل الفعل باعود. باعود 3 حروف ما فيهمش لا واو ولا الف ولا ياء، يبقى صحيح. ما فيهمش همز ولا تضعيف، يبقى ده صحيح سالم. وكده يبقى خلصنا درس الصحيح، انواع الفعل الصحيح، وعرفنا الفرق ما بين الفعل الصحيح والمعتل. في وسط الكلام كنت بقول لكم ان انواع الفعل المعتل: معتل مثال، معتل اجوف، معتل ناقص. بس باذن الله هتناول انواع الفعل المعتل بشيء من التفصيل، ويكون في الفيديو تطبيق اكتر من كده. عايزه باذن الله تذاكروا الفيديو ده لحد ما ينزل فيديو انواع المعتل باذن الله عشان نبقى جاهزين للحل اثناء الشرح. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.